حطي معلقة كاكاو ومعلقة زيت على خليط الكيك بتاعتك علشان تاخدي ولا كيك ولا بسكوت، تاخدي حاجة كده فخمة معمولة بحب، حلوة قوي سريعة، هتنجزك وهتشرفك قدام ضيوفك، وهتنفع قوي في اللانش بوكس في ايام المدارس، وهتسلي خالص وتنفع في الشتاء مع شوية شاي حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي كوبايه من السكر، عندي نص كوبايه من الزيت، بيضتين، كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الكاكاو هنشيلها على جنب. هبتدي ان انا انزل البيضتين بتوعي ومعاهم الكوبايه اللي شايلين منها معلقه سكر ونخلطهم، وبعد ما يتخلطوا كويس ننزل عليهم نص كوبايه الزيت ونبدا نخلط. لازم في الخطوه دي تخلطوا كويس لما يكون قوام الخليط لونه فاتح شويه. هننزل الدقيق بتاعنا، واخر نص كوبايه كده هننزلها بشكل تدريجي معانا. هننزل اول كوبايتين ومعاهم البيكنج باودر، تالت كوباية هنبدأ ننزلها بشكل تدريجي سوري، النص كوباية التالت هنبدأ ننزله بشكل تدريجي. اول ما تبدأ العجينة بتاعتنا تتقل كده على المعلقة هنبدأ ان احنا نلمها بايدينا، احنا مش بنعجن، احنا يدوب بنلم لحد ما تبقى عندنا عجينة ناعمة كده. هناخد العجينة بتاعتنا نقسم الخليط ده لنصين. اول نص هننزل عليه معلقة كبيرة من الكاكاو، ولازم لازم تنزلوا معاها معلقة كبيرة من الزيت علشان ما تكتلش معاكم وتفضل طرية كده وحلوة. الناحية التانية على الخليط الابيض، ودي خطوة طبعا مش مستاهلة قوي تعب، انا عارفة ان انتوا شطار، فهنحط فيها معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من الزيت ونعجنها على الخليط الابيض. بدأت بقى ان انا كده اقسم العجينة بتاعتي الجزئين، وبعدين افرد واخد كل جزء الجزئين علشان يكون الاجمالي بتاعي ان انا قطعت العجينة بتاعتي لاربع اجزاء. هبتدي ان انا اعمل نفس الكلام مع العجينة البيضاء او عجينة الفانيليا واقطعها لجزئين. بعد كده هبتدي ان انا اخد كل جزء كده بالطول وافرده، طب جزء تالت بالطول واحطه بالعكس، يعني احنا هنعمل مرة كاكاو ومرة فانيليا لحد ما نخلص الاشكال كلها وتبقى عندنا كده ميكس الوان. هنبدأ بقى ان احنا نلف كده علشان ناخد شكل التايجر الحلو. ما تقلقوش العجينة هتبقى معاكم طرية، لفوها شوية على الرخامة كده او على شوفوا هتعملوها على ايه، ولفوا بايديكم علشان تاخد شكل التايجر. افتكر الفيديو شارح نفسه يعني. في الوقت ده هكون مجهزة الفرن وبسخنه على درجة حرارة 200. في الخطوة دي لازم 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 تلفوها في ورق زبدة علشان تفضل محافظة على شكلها الدائري وما تفردش معاكم، ولو نفشت تبقى تعلى لفوق حاجة صغنونة، لو مع السوا ما تبوظش شكلها. هندخلها الفرن على حرارة 200 أول 5 دقايق، وبعد كده هنهدي الحرارة ل170، هتاخد بالظبط معاكم 40 دقيقة. 5 دقايق على حرارة 200 و35 دقيقة على حرارة هادية، هتطلع معاكم اللهم بارك بالجمال ده كله. اختبروا السوا بخلة أسنان. بعدين في الميكرويف هتحطوا 150 جرام شوكولاتة على معلقة ونص كبار من الزيت علشان تبقى بتلمع كده. هنغطي الوش، وكخطوة اختيارية بتدي شكل حلو قوي ان احنا نعمل زجزاج كده بالشوكولاتة البيضة. دخلوها التلاجة تتماسك 10 دقايق ربع ساعة لحد ما ترتاح، وبعدين قطعوها بقى واستمتعوا بالطعم. عايزة اقول لكم حاجة كده خطيرة، بتدوب في البق، ولا كيك ولا بسكوت، مع شوية شاي مع شوية نسكافيه، حلوة قوي بقى للأجواء اللي داخلة على الشتا دي، وهتبقى تحفة. هستنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم، وتعملوا شير كتير قوي للفيديو وتسيبولي كومنت لطيف زيكم. صح.